بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي عليها افضل الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة العدس ابو جبة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، ينفع وجبة فطار، وجبة غدا، وجبة عشاء. اكلة مغذية وموفرة، توفر معانا في المصاريف شوية. هنقعه لمدة ساعة. هغسله كويس وانقعه لمدة ساعة، وبعد ما احطه على النار يتسلق هردلكوا تاني عشان اشوف انا هعمل ايه. اهو يا حبايبي بعد ما نجحته ساعة، ده نص كيلو من العدس رفعته على النار لحد ما يتسلق. كده العدس بعد ما اتسلق، بصلاية كبيرة متقطعة صغير، توم مهروس، نص معلقة بابريكا وكمون وفلفل وكزبرة، كل حاجة نص معلقة، معلقة ملح صغيرة، معايا معلقة سمنة بلدي. كده البصلة ابتدت تصفر. هنزل بالثوم، كده البصلة خدت اللون الذهبي الحلو. هنزل بنص كيلو من عصير الطماطم، هنزل بالتوابل، هسيبها تتسبك. كده الصلصة بعد ما اتسبكت هنزل بالعدس، هسيبه يتسبك شوية. كده العدس الجميل بتاعنا بعد ما استوي. جربوا وقولوا لي ايه رأيكم. لو الوصفة بتاعتي عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي اول مرة يشوف قناتي يعمل لي اشتراك حلو ولايك حلو. هستنى تجربوا وتقولوا لي ايه رأيكم، واهم حاجة لايك وشير، شيروا الفيديو ده عشان يوصل لاعلى مشاهدة. وجربوا العدس الجميل ده وقولوا لي ايه رأيكم. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. وصفة سهلة وسريعة وجميلة للفطار ومغذية. هستنى في تعليقاتكم الحلوة وتقولوا لي ايه رأيكم.